السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والآخرة واللهم امين. حبايبي الحلوين، احنا اتأخرنا، مش اتأخرنا بس كان في لازم كده شوية حاجات كده نعملها عشان دخلت رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بالخير ويجعلوا كده رمضان جابر لقلوبنا وماحل كل ذنوبنا، اللهم امين يا رب. انا كنت اليوم ده في السوق فلقيت شويه حاجات حلوين كده فمرضتش ان انا افوتهم بصراحه. قلت ايه، هو هيبقى يوم كده وعلقه كده بس يعني احس ان انا انجزت شويه حاجات حلوين وفي نفس الوقت دول بينفعوا. اكتر حاجتين اتنين انا عملتهم النهارده، اكتر حاجه بنستعملها اصلا مش في رمضان بس، يعني العصاير في رمضان بس، لكن الطماطم دي دايما يعني ايه ايدي ورجلي كده زي ما بيقولوا. فالمره دي بقى انا هعملها بطريقه هخليها بره التلاجة خالص، مش هدخلها التلاجة، فهعملها بره التلاجة. لان انا ما عنديش مكان خالص في الفريزر، يعني بعد ما عملت الفراوله والحاجات والخضار والكلام ده ما فيش بقى مكان وكده، فقلت لا، الطماطم معظمها هعملها بالطريقه دي تبقى بره. يعني الفراوله بقى الحلوه في الموسم بتاعها الجميل، بس مش عارفه ليه يا بنات هي دايما بيضه، يعني هي لسه لحد دلوقتي بيضه زي ما انتم شايفين كده، فيها كميه ابيض كتير جدا. ودي اللي هي الاستفانه، مش عارفه هي كده انا قلتها صح ولا لا، بس هي دي النوع الايه، يعني في نوع ب20 وفي نوع ب15 وفي نوع ب10. يعني المفروض ان دي النوع حلو، بس بصوا يعني بعد ما جبتها للاسف اتضح لي ان البرنيكه كلها من تحت ابيض. ف يعني تشوفيها من بره كده تحس ان هي يعني ما شاء الله وشكلها جميل ويفتح النفس كده انك تجيبيها. وانا بفضيها في الشنطه دلوقتي بقى معاكم كده في الحوض، لقيت معظمها كله ابيض من تحت، فقلت خير بقى الحمد لله. طبعا الابيض ده انا سبته على جنب، طلعته كده في علبه على جنب، وقلت بقى ايه هجرب ان انا اسيبه يومين كده على الرخامه يمكن يقلب احمر. يعني هو بالفعل قلب احمر، بس مش الاحمر بقى اللي هو اللون الفراوله، هو قلب احمر يعني سنه صغيره. فقلت لا عشان ما يبوظوش وكده، في يومها بقى ايه ضربته ببنجرايه كده صغيره، شويه البيض الصغننين دول هوريهولكم لما نيجي نخلص الفراوله. طبعا بقى انا غسلتها غسله، طبعا زي ما انتم شايفين نزلت الميه مره واثنين وثلاثه قبل ما اقطع اللي هي الايه العنقود بتاعها ده. ودلوقتي بعد ما قطعتها كمان بديها شطفتين 3 وكده لحد ما اتاكد من نظافتها. بصوا اللي في الطبق هناك ده انا سيبته للاكل، يعني ان احنا ناكل منه اليومين دول. يعني يعني ما باجي افرز حاجه من دي اعمل عصير، يسيب مثلا حاجه بسيطه كده ناكل منها، يعني مش شرط. وعادي لو يعني لو هف علينا عادي ان احنا ناكل اي حاجه ونشرب حاجه بطلع عادي، يعني مش شرط ان احنا لازم ناكل ونشرب في رمضان، لا عادي. فخلصته كده وبعد كده ضربتها من غير ولا نقطه ميه بالهاند بلندر. يا بنات ده ساحر والله في اي حاجه في التفريزات، ربنا يرزق كل اللي نفسه في حاجه يجيبها يا رب اللهم امين. ما حطيتش ولا نقطه ميه. اولا انا اول سنه اجرب الطريقه دي، ليه؟ لان انا كل سنه كنت بحطها قطع فكانت بتاخد مكان كبير جدا في الفريزر، فقلت لا طب هشوف هجرب كده المره دي اعملها اضربها. بس ما حطيتش عليها اي حاجه خالص. في ناس بتحط سكر، انا ما حطيتش اي حاجه خالص. انا ساعه التحليه احطها في الخلاط واضيف عليها الميه اللي انا عاوزاها والسكر اللي انا عاوزاه حسب الرغبه. يعني لان اكيد في ناس لو هتدي مثلا كميه السكر بتاعتك دلوقتي، لو مثلا جالك عزومه مثلا وفي ناس مش بتحب السكر او غلط عليها السكر، فتبقى هتبقي مضطره مثلا ان انت طب اعمل ايه لو هي مش قدامك الا هي مثلا، فهتبقى طبعا تحليتها زي ده جدا. هما بيقولوا ان السكر ماده حافظه ليها، بس انا عمري ما حطيت عليها سكر، حتى لما كنت بحطها يعني انصاص كده في الفريزر من غير ضرب، ما كنتش بحط عليها سكر خالص. فانا ما جربتش الطريقه دي بصراحه. اهو خلصت اهو، ضربتها من غير ولا نقطه ميه خالص. لكن الكوبايه اللي انا عملتها للعصير ده انا عملتها بميه عادي. بصوا دي الكميه اللي انا قلت ايه هسيبها مثلا لو هعمل كيكه ولا حاجه احط عليها فراوله وكده او ناكلها او كده.
ودي الكميه بقى اللي انا طلعتها. العصير طلع خفيف مني شويه بس يلا مفيش مشكله. انا كنت بعمل يومها باستعجال جدا، لان طبعا الواحد يعني مش بيبقى يعني يومه مخصص للتفريزات ده بس، لا يعني انت بتعملي غدا كمان جنبك وانت بتعملي التفريزات، وكمان بتشوفي دروس وولادك، بتشوفي البيت، فبيبقى الواحد دماغه الحمد لله رب العالمين. طماطم بقى بعد ما خلاص خلصت برضو بالهاند بلندر، طبعا بشطفه كويس جدا وبغسله كويس جدا بعد كل ايه يعني بعد الفراوله بعد حاجه طبعا بتغسل كويس جدا. ضربتها كويس وجبت بقى المصفى، انا عايزه اصفيها. بصوا انا بشتغل فيها وهي سخنه، لان انا هعبيها اصلا في البرطمانات وهي سخنه، فمش عايزاها تبرد خالص. بصوا بقى اللي بيمنات الاسباتيولا دي اختراع جميل جدا من الاختراعات الحلوه قوي في المطبخ. بصوا خليت الحله زي الفل، وبصوا الصلصه ولا لسه ملسوعه ولا مثلا شيطه ولا الكلام ده، لاني انا ايدي فيها كل شويه مثلا وانا بعمل حاجه تانية اروح اقلب قلبتين، اروح اجيب اللي تحت لفوق اجيب اللي تحت لفوق عشان ما تتلسعش منك وتاخد طعم طبعا مراره وحاجه كده مش لطيفه يعني. او ببدا ان انا اصفيها كويس من القشر. انا بحب بصراحه اصفيها، ما بحبهاش ان انا اسيبها كده. انا نزلتها تاني في الحله طبعا عشان تاخد غلوتين بقى، مش هسيبها وهي خفيفه كده، لا انا بخليها في النص كده يعني اضربها كويس وبعد كده ارجعها على النار بقى تتسبك براحتها. ارجعها بقى على النار. بصوا انا بحب العين اللي في النص دي قوي، بقيت صاحبتي. هحط بقى هنا الماده الحافظه بتاعتها، لكل كيلو طماطم معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه زيت. تمام، لكل كيلو من الطماطم معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه زيت، بقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا اهم حاجه يكون البرطمانات بتاعتك متعقمه وزي الفل، لان انا يعني ضامنه الموضوع ده ليه، لان انا بدخلهم غساله الاطباق، فيعني هي بتغسلهم على درجه حراره عاليه جدا. كنت جايبه بقى برضو سمك اليوم ده بقى، بس ده مش للتخزين، انا كنت جايباه اليوم ده عشان غدا تاني يوم، فقلت بقى برضو وانا واقفه كده اشتغل فيه. يعني انا نقعته كده كويس وبنقعه بقى بليمون، يعني بعد ما غسلت ايدي حطيت عليه ليمون كويس جدا ونقعته بقى كده بشويه بالليمون، ما بحطش عليه خل، انا بحط ليمون بس، واسيبه بقى كده يتنقع على ما اجهز له التتبيله بتاعته. برضو من ضمن الحاجات اللي انا جبتها البسله لقيت كيلو كده طعمه مسكر قوي، فطبعا انا اكلت نصها وانا بعملها انا كنت جبت الكيلو ده عشان اعمله ساده، لان انا عملت كله بالجزر ونسيت خالص ان انا عايزه ساده. انا بحب استعملها ساده في حاجات كده معينه من غير جزر، فانا نسيت خالص. والجزر برضو اللي انا حطاه على الترابيزه ده للبرتقان. اهو خلصت بقى الكميه كلها، طبعا كلت نصها من الكتر ما شاء الله. بجد البسله بجد الشهر اللي هو شهر 2 ده كانت عسل سبحان الله. يعني حتى كل حاجه مش البسله بس، يعني الخس كان طعمه جميل، الجزر كان طعمه مسكر جدا، كل الحاجات سبحان الله بتيجي في الشهر ده بتبقى طعمها مسكر جدا. واللي يستغل بقى الحمد لله يعني هي التفريزات والله يا بنات مش تضييع وقت ولا الكلام ده خالص، قد ما هي في خضار فعلا مش بنلاقيه في الصيف، فبنحاول بقدر الامكان نعمل اكله او اكلتين يفضلوا مثلا معانا، والحاجات دي سبحان الله بتسد اوقات كتير جدا، فدي حاجه كويسه يعني. اهو بصوا حطيت بقى البسله، يعني وزعت بقى في الاكياس على قد ما انا عاوزه، ولما مثلا ما بعوز الكميه كلها بكسر الكيس، ومثلا باخد الكميه اللي انا عاوزاها وبرجع ارجع الكميه التانية في الفريزر تاني. ده ما حطيتلهاش جزر خالص. اهو طلعت بقى شويه البرطمانات بتوعي اللي انا بحوشهم. انا اي برطمان ازاز ما برميهوش، بفضل يعني بدخله غسالة الاطباق يتغسل، وبغسل كمان الغطا بتاعه وبعقمه كويس جدا في الغساله يعني، وخلاص. وهي سخنه بقى كده هبدا ان انا احطها في البرطمانات، لانه هي سخنه كمان هتعقم البرطمان اكتر. فطبعا يعني كل الحاجات دي في مصلحتنا، انها بعد الشر ما تعفنش، بس اهم حاجه انها تكون في مكان جيد التهويه. يعني مش في ضرفه مثلا تكون مكتومه، او المطبخ يكون مكتوم قوي، لا حطيها في مثلا في جنب الشباك يكون في تهويه. للامانه انا دي مش طريقتي، انا دي طريقه استاذه الاء. انا يعني من متابعين استاذه الاء عامر كيتشن، لو حد يعني من متابعيني بيتفرج عليها، انا بحبها جدا جدا، ربنا يجازيها كل الخير يا رب. فدي الطريقه بتاعتها، فانا حبيت ان انا اجربها، واللي يعني مع يعني نستفيد من بعض، كلنا بنستفيد وبنفيد من بعض يعني. فحبيت ان انا لو حد يعني عايز يعمل الطماطم مثلا وما عندوش مكان وكده، يستفيد بالمعلومه دي.
والحمد لله الحمد لله الطماطم، الفيديو ده متصور من 10 ايام، طماطم اللهم لك الحمد ما جرالهاش اي حاجه، وبستعملها ومفيش اي حاجه ولا حمضت ولا باظت ولا اي حاجه خالص. ف طماطم بجد دي طريقتها حلوه، جربوها ان شاء الله تعجب. اهو بصوا بحطها طبعا، بمسح البرطمان بقى من بره ومن جوه، من بره قصدي، يعني لو في طماطم وقعت ولا الكلام ده. وبصوا يعني بصوا بقفل كويس جدا اهو، هو كده متعقم. وجبت علبه بقى وبدات ان انا اقلبهم كلهم. هم كانوا 4 كيلو، عملوا لي 6 برطمانات، 6 برطمانات. احطهم بقى في مكان وانساهم خالص. ارجع بقى للسمك. هنا انا كنت طبعا نضفته جدا من البطن، بس مرضتش ان انا اجيب اللقطه دي عشان لو حد بيتضايق من المنظر. يعني هو اصلا كنت جايباه متنضف، بس طبعا انا ما لازم يتنضف مره واثنين وثلاثه، وليمون وملح وحاجات كتير كده عشان اضمن النظافه بتاعته، والبطن بتاعته كده تكون بيضه وجميله. وانا واقفه كده يعني كل حاجه كده ورا بعضها الحمد لله. بس وانا واقفه برضو من ضمن الحاجات الحلوه في التفريزات يعني انك تبقي ايدك في الحوض، ما تكوميش مواعين خالص، لو حتى معلقه ولو حتى سكينه، تحسي ان انت بعد ما خلصتي مش وراكي جبل لسه مواعين عايز يتغسل، لا هتلاقيه انت اصلا هتيجي تبصي بعد ما تخلصي هي فين المواعين اللي انا اشتغلت بيها، مش هتلاقي مواعين. فبجد انا الطريقه دي بجد يعني دايما بعملها لما باجي اعمل شغل كتير في المطبخ، ايدي دايما في الحوض عشان ما الاقيش كم مواعين بعد ما اخلص. دي بقى تتبيله كده، فلفل على كمون على توم على الكلام ده، بجيبه من سماح حبيبتي ربنا يبارك لي فيها يا رب. الجروب بتاعها كده جميل وحاجه جميله وبتعمل شغل بيتي كده حلو. فانا كنت جايبه الدقه دي من عندها، طلعتها كده من الفريزر، طبعا ما ينفعش تفك، طلعتها من الفريزر وعصرت عليها ليمون وحطيت الملح بقى اللي انا احبه يعني، وخلاص قلبتها بقى كده. بتبقى فلفل على كمون على على كزبره. لو انا عايزه ازود بقى تتبيله سمك مثلا بزودها، بس انا عمري ما جربتها. اللي جربها تتبيله السمك دي يقول لي هي حلوه ولا مش قد كده. انا بحب بصراحه طعم طعم التتبيله نفسها، وطعم الكمون وطعم الثوم كده يكونوا ظاهرين في السمك. فقولوا لي برضو انتوا جربتوها ولا لا. بجيب بقى السمكه كده وببدا اشقها كام شقه كده بالسكينه. الموضوع ده بيخلي فعلا السمكه تشرب جامد من التتبيله، وانا من النوع اللي بحب ان انا اتبل السمك من بالليل قوي. ومش تتبيل السمك بس، اي فراخ لحوم بحب اتبلها جدا من بالليل. حتى لو عامله مثلا اكله سي فود مثلا كلها اسماك والكلام ده، كل الحاجات بتبلها من بالليل وبسلفنها في التلاجة وبخليها زي الفل. بصحى تاني يوم بلاقيها شربت بقى طبعا من التتبيله وبقى طعمها تحفه. فجربوا كده ان انتوا لو عندكم وقت مثلا وناويه مثلا انك تقرري انك تعملي حاجه تاني يوم، ابدأي مثلا انك تتبليها من بالليل حتى لو بانيه، هتلاقي بجد التست عالي جدا معاك، لانه اتشرب من التتبيله جامد، عكس ما انت هتعمليها في ساعتها. حطيت بقى بقيه التتبيله، طبعا انا غاسله ايدي كويس، وكل شويه زي ما انتم شايفين الصابونه جنبي، ما بفوتش اي حاجه من دي. الصابونه دي برضو من الحاجات المهمه جدا تبقى في مطبخك. غسلتي لحمه، غسلتي فراخ، غسلتي سمك، عملت اي حاجه، الصابونه في ثانيه كده بدل ما تنيكي راحه جايه على الحمام. وانا من الناس اللي ايديا بتبوش جدا من الموضوع ده، يعني لو مسكت حاجه تلاقيني رحت غسلت ايدي بالصابونه ورجعت تاني. فالحمد لله رب العالمين. اهو مكان بقى السمك عشان لو هعمل حاجه تانية ولا كده تبقى نظيفه وما بقاش فيه ريحه زفاره. نضفتها بسرعه كده. اهو السمك خلاص خلصته الحمد لله رب العالمين. والفيديو ده متصور عليه يومين. والطماطم والصلصه اهي والفراوله والبسله. اهو كان يوم الحمد لله. هدول شويه البيض اللي انا قلت لكم عليهم طلعتهم كده لحد ما يحمروا. هي ما يحمروش الدرجه اللي انا بوريها لكم دي، بس حلو الحمد لله. يعني عملتها عصير برضو وبقت زي الفل. اليوم ده كان الحمد لله شاق جدا، لان انا نزلت السوق وكنت صايمه يومها الحمد لله رب العالمين. ووقفت بعد ما خلصت يعني اغمى عليه من التعب. الحمد لله رب العالمين. دخلت بقى كل حاجه مكانها. ده كان تاني يوم بقى. يعني انا كنت جايبه برضو البرتقان ده يومها، بس ما قدرتش بقى خالص. قلت لا يعني انا كده هاجي على نفسي وهتعب، ولا نعمل ستوب بقى لما نيجي نحس ان احنا نيجي على نفسنا نعمل ستوب. مليت بقى الحوض بتاعي كده ونزلت بالبرتقال وحطيت شويه خل حلوين ونقعتهم شويه حلوين كده. وبعد كده بقى هرجع له بعد ما اتنقع. جبت الفرشه بقى السمره بتاعت ايكيا الحلوه دي، وبدات ان انا ادعكه كويس جدا. انا بدعكه كويس ليه؟ عشان انا عايزه القشره بتاعته، هستخدم القشره بتاعته، فمش عايزه ارميها. يعني في الطبيعي ان انا كنت كل سنه ببشرها
وكان حاجه مرهقه جدا يا بنات. كنت بقعد حامله همها قوي ان انا اقعد ابشر كل الكميه دي كلها عشان يطلع لي المسحوق، يعني يطلع لي بشر برتقان بقى، الكيكه، لبسكوت العيد، للحاجات الحلوه بتاعتنا دي. فكنت بحبها قوي، فكانت تبقى حاجه مرهقه عليا قوي ان انا اقعد ابشر الكميه دي كلها، غير ان بس صباعي كان بيتعور جدا يعني من المبشره. فقلت لا، انا هعمله بقى بطريقه حلوه كده دلوقتي. بصوا بقى، عايزه اوريكم كميه الرمل اللي في البرتقان. كان لازم يتنقع مره واتنين، يعني دي اول مره. بفصل بقى الكاميرا وانا مع نفسي بقى مره واتنين وتلاته لحد ما اتاكد ان القشره ما عادش فيها اي حاجه، لان ده طبعا غلط على كليتنا وغلط على صحتنا يعني، فلازم نتاكد من نظافه كل حاجه. اهو ببدا اسدها تاني وهكذا بقى، وانزل بالبرتقان تاني وتالت ورابع. بس طبعا انا مش هجيب معاكم كل ده عشان طبعا وقت الفيديو يعني. بحط عليه خل بقى، زيادة نظافة يعني وزيادة تعقيم يعني. خلاص شلت بقى البرتقان، وكنت جايبة 2 كيلو برضو ليمون. الليمون برضو حلو قوي. انا تعمدت ان انا اجيبه كبير بالحجم ده، يعني كان فيه اصغر من كده بكتير، بس انا تعمدت اجيب اكبر واحده عشان انا عايزه اعمله في عصاره البرتقان، اعصره بعصاره البرتقان عشان ما اتعبش بالعصاره اليدويه، هتتعبني جدا. وطبعا اللي عندها عصاره يدويه برضو عادي تمشي، ربنا يعني يعينها ويقويها يا رب. بس قلت طالما انا مطلعه دي فمش يعني هستعملها يعني. جبت بقى القشره وبدات ان انا اقشر برتقان. بصوا انا قشرتها، اول واحده دي قشرتها تخينه، فبصوا كل شويه كنت بمسك اشوف سمكها. قلت لا، هخفف ايدي بقى كتير، خفف ايدي خالص، عشان انا عايزه القشره الخفيفه بس، ما تبقاش فيها الابيض الكتير ده. فقلت لا، انا هخفف ايدي خالص كده بالقشار عشان اطلع حاجه رقيقه خالص كده من القشر. بصوا خدت الكميه كلها. طبعا انا ما عملتش البرتقان كله، لا انا عملت نص الكميه، خدت نص الكميه بس، يعني بحيث انها تعمل لي علبه كده حلوه بتكفينا يعني، نعيشنا الحمد لله رب العالمين. دخلتها بقى الميكرويف. المفروض ان انا كنت عايزه انشفها في الميكرويف، بس انا يعني حسيت ان الموضوع هياخد وقت كبير جدا، في نفس الوقت يعني مش عارفه يعني، هو عمال يسخن بس ما بينشفش وما بيعملش، مش عارفه انا عملت غلط ولا لا. دول شويه جزر برضو يعني قطعتهم كويس، قشرتهم وقطعتهم كويس وحطيتهم على النار عشان البرتقال. لما لقيت الموضوع طول بقى في الميكرويف وكده، بدات ان انا انقله في الفرن. ما خدش 10 دقايق في الفرن، وشغال عليه يعني الشبكه فوق وتحت، الشوايه قصدي عفوا الشوايه، فما خدش وقت خالص. اهو كل شويه كنت بقلبه كده بس عشان ما يتحرقش. وعايزه اقول لكم بقى الريحه يومها، انا اكني بس رشه معطر كده برتقال، الريحه يومها كانت قلبه الشقه حرفيا. جبت بقى العصاره بتاعتي. العصاره دي العصاره عاديه خالص، انا كنت جايبها ب 200 جنيه يعني ماركه كده عاديه خالص. فبس بصراحه جميله قوي يا بنات. اهم حاجه بس ان انت ما تطوليش عليها قوي، يعني ما تطوليش ان انت تضغطي ضغطه جامده جامده، تفضلي ضغطه لمده مثلا دقيقه ولا دقيقه ونص، لا هتبوظ منك. جبت بقى حله معايا كده، اي حاجه بقى غويطه عندك، وبدات ان انا اعصر الكميه كلها. طبعا في الحاجات دي انا بصوا حاطه كيس كده جنبي كبير برمي فيه القشر على طول، حتى قشر الفراوله ايه حتى قشر الليمون، كل حاجه برميها، والبذر اللي بيطلع ده حاطه الشنطه جنبي بحيث ان انا ما اوسخش الدنيا حواليا. اهو بصوا البرتقال بقى جميل وريحته حلوه ومتحمص كده، وعايزه اقول لكم الريحه بجد كانت قلبه البيت خالص لدرجه يعني ان هم ولادي فكروا ان انا عامله كيكه برتقال، بس قلت لهم لا يعني ضحكت عليكم، ما عملتش حاجه. كنت عايزه اضربه بقى في الكبه، لقيته هيطلع خشن جدا. الكبه بتاعتي دي بتطلع الحاجه مش ناعمه خالص، يعني بتطلعها يعني مش بتنزل ميتها، يعني بتطلع الحاجه خشنه. فلقيت الموضوع لا هيبقى صعب قوي، فجبت المطحنه بقى بتاعت الخلاط، هي اللي هتنجدني في الموضوع ده لما لقيت ان مفيش فايده يعني. الخلاط بتاعي ده كنود يا بنات. والكبه بتاعتي الكبه بتاعتي تورنيدو. شفت اهو، فاكره والله انا بنسى الحمد لله رب العالمين. بدات ان انا اطحنه كويس جدا، وهجيب بقى علبه و احطها في العلبه. بس عايزه اقول لكم ان انا احتفظت بيه في الفريزر، ما خليتوش على الرف يعني، احتفظت بيه في الفريزر، ولما باجي استعمله يعني بطلعه واخد منه معلقه كده عادي وارجع ادخله تاني الفريزر. عملت الكميه كلها الحمد لله اهو.
رمضان بقى بجد يعني بدأوا بقى يشغلوا الاغاني بتاعته والزينة اتعلقت وجد كده ايام بتيجي فعليا بتطبطب على الواحد. قريت بوست فعلا ان رمضان فعلا بيجي في وقت يكون كل الناس استنفذت طاقتها، يعني ما عادش فيه طاقة خالص، بيجي بقى هو يطبطب وبيعيد الطاقة بتاعتنا تاني. فربنا يا رب يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال، ويرزقنا الصحة والعافية يا رب، اللهم امين. عبيت بقى البرتقال كله، بس اللقطة دي للأسف كان الموبايل فصل شحن فمعرفتش ان انا اجيبها معاكم. عبيت البرتقال كله، بدأت ان انا اعصر الليمون. بصوا كل شويه يعني بتطلعوا بصراحه تحفه بصراحه. دي الكميات ال2 كيلو عملوا لي بس الشفشق ده، بس قلت بقى حلو كفايه، يعني هو بيجي عليه وقت كده في رمضان يتجنن كده ويبقى يوصل ل50 و55 ومش عارفه باسعار كده فظيعه. فقلت لا، ابقى عندي بقى الحمد لله كده اطلع مكعب وخلاص. بصوا الاكياس الحلوه دي انا كنت جايباها من كارفور اهو. بصوا حلوه قوي يا بنات، انت بتعبي فيها المفروض تلج، بتعبي فيها تلج وتستخدمي لكن انا استخدمتها في الليمون. المفروض باين ان انا بقص اللي انا عاوزاه، يعني انا مثلا لو عايزه مكعب بقص المكعب وباخده، فاهميني؟ هي المفروض انها متقسمه بصوا مكعبات كده. فحبيتها جدا في الليمون، حبيتها قوي قوي في موضوع الليمون، يعني ان انا اخد المكعب كده وخلاص، والمكعب صغنون كده وحلو. لو مثلا عايزه اعمل عصير، كوبايه عصير ولا شفشق عصير، اخد مكعبين كده وخلاص. الكميه اللي اتبقت جبت القالب السيليكون ده وبدات ان انا اصبهم فيها، ولما اتجمدوا حطيتهم في كيس عادي خالص ودخلتهم الفريزر تاني، يعني ما سبتهمش في قلب القالب السيليكون ده. هعمل بقى طبعا غسلت المعيار وبدات ان انا اعمل شويه عصير بقى برتقان، يعني زي ما مثلا عملنا عصير فراوله نعمل عصير برتقان. زودت بقى شويه ميه وشويه سكر وقلبتهم، الحمد لله على كده خلصنا عصير برتقان وخلصنا الحاجات الحلوه بتاعتنا دي اللي بتحسسنا بشهر كده رمضان. وطبعا العصير ده يعني اهم حاجه فعلا، بس يا ريت نفطر على حاجه دافيه عشان طبعا معدتنا ما تقلبش يعني، وانا من النوع اللي معدتي بتقلب جدا لما بشرب حاجه ساقعه. اهو خلصت الليمون الحمد لله رب العالمين. بصوا عملت منه كيسين 2 مع القالب ده من ال2 كيلو ليمون. عصير برتقان، وخلصت البرتقان بالجزر ومسحوق البرتقان الجميل اللي ريحته جميله ده. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يجزيكم كل الخير عني على كل تعليق بتكتبوه لي، والله يعني انتوا اخواتي وحبايبي، والله انا يعني منتظر بس الفيديو كده عشان تكتبوا لي كومنت حلو كده يحفزني يعني يحسسني فعلا ان انتوا معايا وبتسمعوني ومركزين معايا كده في تفاصيل الفيديو.